شوف شحال داز ديال الوقت، كنحس بعقلي باقي مبلوكي حاصل في 2019. العالم تبدل مورا 2019 ودابا حنا في 2024. داز اكثر من 4 سنين ومع ذلك بنادم ما قادرش يستوعب هذا الشيء. كيفاش داز هاد المده كامله وما حسيناش بها؟ شنو وقع لينا باش كنحسوا براسنا باقي حاصلين في 2019؟ واش كاين شي حل لهذا المشكل وترجع حياتنا كما كانت قبل 2019؟ تابونا وبقى معنا باش تعرف الحل. 2019 دوزنا الحجر الصحي. في الاول كانت غير ضحك وساركازم وطلعات، حيت العالم غيجرب شي حاجه جديده، شي حاجه اللي ما عمرها وقعات من قبل. العالم كله غادي يوقف، القرايه ما غتبقاش، الخدمه غتوقف، وحتى اللي خدام غادي يخدم من دارو. حتى لهنا كلشي مزيان، ولكن مع الوقت بدا كيدخل معنا الصهد. الجلسه في الدار طولات، الناس كتموت. فاش انسان كيدوز مده طويله ما كيدير والو، غير جالس وعايش نفس الروتين، هادشي كيخلي الدماغ ديالنا كيبرد، والخلايا ديال الدماغ ديالنا ما كيبقاش عندها داك التواصل ما بيناتها اللي كتخلي دماغنا ناشط وخدام مزيان. الدماغ هنا كيتبلوكا وما كيبقاش يخدم بشكل طبيعي، وكيبقى ديما يرجع ديك الفتره اللي كان فيها ناشط وخدام مزيان. هادشي علاش بقينا مرتبطين ب 2019، ديك الفتره اللي كنا عايشين نورمال، دماغنا كان خدام مزيان. زيد على هادشي ستريس والخوف. راه مستحيل تلقى شي واحد في ديك الفتره ديال الحجر الصحي ما كانش خايف وما كانش مستريسي ويكذب عليك ويقول لك انه فرحان وناشط. راه واخا كان داك الضحك وداك الفكاهه، ولكن بنادم في الداخل ديالو كان واحد السؤال اللي مهم: شنو غادي يوقع للعالم من وراء هذا الشيء؟ واش غادي يرجع للحاله الطبيعيه ديالو ولا غادي يولي واحد العالم اللي هو غريب على داك الشيء اللي حنا موالفين عليه؟ العالم واقف، دماغنا واقف، وزيد على هادشي الخوف والستريس. هادشي كله كيأثر على دماغنا بشكل سلبي، وهادشي اللي كيخلينا نبدلوا النظره ديالنا للحياه. واخا خرجنا من الحجر الصحي وبدات الحياه ديالنا كترجع بشويه بشويه، ولكن دماغنا بقى مبلوكي وما رجعش كما كان. وزيد على هادشي العالم ديالنا وقعوا فيه بزاف ديال الحوايج اللي هما خايبين. الا هضرنا غير على هذا العام اللي حنا فيه، فرحنا شفنا الزلزال ديال تركيا اللي خلعنا كاملين، الزلزال ديال المغرب الله يرحم دوك الضحايا، اعصار ليبيا، مشاكل السودان، خوتنا باهدلين ومكرفسين في فلسطين، غلاء اسعار، تضخم، مشاكل التعليم، مشاكل الصحه. وزيد على هادشي امتحان ديال المحاماه اللي وقع في الاول ديال العام، وزيد تصور دماغنا بارد من ايام ديال الحجر الصحي، ونجيو حنا ونعطيوه الضغط وبزاف ديال الضغط من مشكل لمشكل، وبزاف ديال التراكمات اللي كتاثر على الخدمه ديال الدماغ ديالنا. الدماغ ديالنا دابا واقف بلوكي. شنو خصنا نديرو باش نرجعوا ليه داك الشغف وداك الحماس ديالو؟ اول حاجه هي الطبيعه. طبيعة رابعة. عرفتي في كثره البني والديور والزحام ولينا عايشين بعيد على الاصل ديالنا. الطبيعه، الشجر، الحجر، الحمري، كل شيء بدون استثناء. ملي كنكونوا جالسين في شي بلاصه طبيعيه كنحسوا بالراحه، حيت كنرجعوا للاصل ديالنا. وهذا الشيء اللي تحرمنا منه، بعدنا على الطبيعه ولينا عايشين وسط الصباغه، الحجر، الجير، القبص، الديور مزاحمين، وهذا الشيء كيزيد الضغط على الدماغ ديالنا، حيت ما كتعطاش الفرصه ولو غير شويه فاش يتنفس ولا حتى يستمتع بما هو طبيعي. الا طلعتي للسطح الصباح بكري غادي يبان لك الجو مقسوم على جوج. الطبقه الفوقانيه غتبان لك زوينه ونقيه بزاف، والطبقه الثانيه اللي فيها الديور والناس والزحام كتبان لك فيها بزاف ديال الوسخ. الهواء اللي كنتنفسوا فيه بزاف ديال الوسخ، ولكن ما كيبانش لينا حيت حنا وسط منه، ولكن هنا بعدنا منه وشفناه من بعيد غادي يبان لينا داك الوسخ. تصور دابا داك الوسخ اللي كتشوف دابا كنتنفسوه وكندخلوه للداخل ديالنا، وهذا الشيء راه كيأثر على الخلايا ديال الجسم وكيأثر حتى على الدماغ ديالنا، حيت خاصو بزاف ديال الاكسجين اللي هو نقي باش يخدم مزيان. نزيدك واحد المعلومه: اغلبيه ديالنا دايرين نضاضر، وحتى اللي ما دايرهمش غادي يديرهم، والسبب هو كثره الزحام والديور اللي ولينا عايشين فيه. هادشي اللي ما كيخليش العين ديالنا تشوف بعيد باش ترتاح، وهادشي اللي كيأثر على العين وكيخلي الشوف ديال البعد كينقص. العين ديالنا محتاجه تشوف بعيد باش ترتاح. الشيء الثاني لا يخلي دماغنا خدام مزيان ونفيقوه باش يخدم مزيان هي الرياضه، خصوصا الرياضه اللي كنتنفسوا فيها مزيان. وثالث حاجه هي القيلوله. الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بالقيلوله واكد عليها، وكانت الوقيته ديالها ما بين الظهر والعصر. المهم دماغنا مزيان مره نعطيوه فرصه باش يرتاح، حيت نهارنا طويل وعامر بالاحداث والمواقف وبزاف ديال الضغط والمشاكل مع الناس. هادشي علاش دماغنا خاصو القيلوله باش يرتاح. القيلوله ديال بصح خاصها تكون ما بين 10 و 20 دقيقه، حيت الا فتي هاد المرحله هذه غتدخل دماغك في مرحله النوم العميق اللي خاصها تكون غير من الليل لليل. وهذا علاش كتجيك الشقيقه ملي كدير القيلوله من 2 حتى ل 10 الليل. في الاخير خدم على 3 الحوايج:
قرب من الطبيعه، الرياضه ودير القيلوله، واهم حاجه هي لونتوراج ولا المحيط اللي داير بيك. حيد عليك الناس السلبيين لي توكسيك. كل ما غربلتي ونقيتي هاد الناس غتكون حياتك مزيان. وقرب من الناس المزيانين اللي ناجحين واعطيهم فرصه يدخلوا لك لحياتك. كان معكم توفيق، السلام عليكم.